السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد وفلوج جديد. خليكم معايا في فلوج النهارده، ويا رب الفلوج يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا منزله. يلا بينا نبدا فلوج النهارده، ومع الاحداث هتعرفوا فلوج النهارده هيكون عباره عن ايه. اول حاجه طبعا دخلت اغسل وشي وعملت السكين كير روتين بتاعي، وبعد كده دخلت صليت وقرات اذكار الصباح. أو من أقل 15% لحد 100% ده بيسبب بصراحة يا جماعة في الحتة دي محبتش اشيلكوا الصوت، وسبتكوا بصراحة بقى مع الفيديو اللي كان بيتكلم ده ملك اخويا. وطبعا يا جماعة احنا بنعمل الراعي الرسمي للمذاكرة وهو الايس كوفي. بصوا يا جماعة، كنت حابة بصراحة اجرب المج الجديد بقى، فقلت اصور معاكم كده كمان. بصراحة المج عجبني جدا جدا جدا. طبعا انا شربت ايس كوفي على طول كده على الصبح بعد ما صليت، وما فطرتش. بصوا يا جماعه، ليا طريقه معينه كده في الايس كوفي، ان انا لازم احط عليه ميه، ما بحبش احط عليه لبن بس، لاني بجد بحس اني بشرب لبن بس، وانا ما بحبش طعم اللبن صريح كده اصلا. وكده خلاص كنت خلصت وجهزت الايس كوفي، ندخل بقى عشان نشوف هنعمل ايه. وهنا بقى كنت ظبطت المكان اللي قاعده فيه. انا كنت مظبطه بصراحه من بالليل، يعني مظبطه دنيتي كلها من بالليل. قمت بقى اول حاجه كده بدات بالاحياء، لاني كان عندي درس احياء الساعه 10 الصبح، فقمت اذاكر لها على طول. محدش يتريق على خطي لو سمحت، انا عارفه ان خطي وحش وزباله كمان بصراحه. انا عارفه ومقتنعه بكده. لا بس ايه رايكم في ترتيب المكتب ده؟ بصراحه كان جمدان. انا اللي كنت على فكره الاسود دوت برطمان صلصه، وانا اللي مظبطاه. لكن عشان بص انا شطوره جدا لما بشغل دماغي. الصفحه اللي انا بعلم عليها صح دي يا جماعه، دي كده انا ببقى حفظتها. شفتوا اللعب اللي في الصفحه دي؟ شفتوا المذاكره باينه ازاي؟ شفتوا؟ وبعد كده بقى قمت علشان اجهز عشان اروح الدرس، وجواها حطيت الصن بلوك والبادي لوشن والبادي سبلاش والمرطب بتاع العين وبس كده، او الليب بالم كمان كانت معاهم. وحطيت كل حاجه بقى، بعد كده جهزت اللبس ومشيت على الدرس يعني على طول. جيت من الدرس الاول يا جماعه، خدت معايا اي سناكس كده عشان اشرب، عشان بصراحه انا جعانه مش عارفه اشرب ايه. اهو. هروح بقى اغسل المج بتاعي اللي كنت بشرب فيه ده، وبعدين بقى اشوف هعمل ايه. انا غسلت المج بقى، هعينه في العلبه بتاعته تاني عشان بس بصراحه بتحافظ عليه، وهعينه في الدولاب. طبعا يعينه في الدولاب بالظبط كده. نيجي بقى علشان ايه؟ عشان نقعد نذاكر. عندي درس الماني انا النهارده، ما عنديش غير درسين. درس بسم الله الرحمن الرحيم، عندي درس كان عندي احياء، والنهارده عندي كان عندي احياء، ودلوقتي عندي الماني. بس الالماني لسه الساعه 4، يعني الساعه لسه 12. يلا بقى نبدا. عامه انا مش عارفه اكتبه معاكم لان الحاجه على التابلت، فممكن بس ارجع على القديم الاول، هرجع على القديم واكتب الجديد. تمام. اجهز بقى اقلامي. انا بحب يا جماعه اكتب بالاقلام الجل جدا في الدروس، بكتب بالاقلام اللي هي العاديه دي العاديه اللي بكتب بيها في الدروس اهو، لكن التانيين بكتب بيهم في البيت عشان اظبط دروسي بقى وكده. فين اللي بعده؟ نبدا بقى. انا عايزه ارجع القديم. بصوا يا جماعه، بعيدا عن الكركبه اللي هنا دي، بس الكيس ده، استني يا كوكي، الكيس ده فيه حاجات حلوه قوي كده هنصورها باذن الله الفتره الجايه، يعني اظن انكم ممكن تكونوا عرفتوا شويه. بس راح عامله ميه الاول. بصوا بقى يا جماعه، انا هجيب من الاول خالص اللي هو ده كده، ماشي، علشان بقى نراجع، عشان الهير بيراجع من الاول.
بصوا يا جماعه انا عايزه اعمل حاجه كده، في حاجه بصراحه كده عايزه اعملها. عايزه لكل كشكول، معلش قصدي لكل ماده، عايزه اعمل كشكول ملاحظات كده لكل ماده، او مش عارفه بصراحه، لان في ملاحظات كتير قوي بنكتبها في كل المواد، فعايزه حاجه زي كده يكون لكل ماده كشكول معين للملحوظات، او كشكول كبير واقسمه كده للملحوظات بتاعت كل ماده. فباذنك يا رب، بس على ما نثبت على الحال اذا كان هيتحط لنا علوم متكامله او هنفضل زي ما احنا ما بيقولوا ان احنا خلاص حطينا علوم متكامله، فانا مش عارفه بصراحه لسه اي حاجه. هنشوف الحوار ده بعدين، هنشوف اللخبطه دي كلها تتحل لما نبدا المدرسه من الاخر يعني. بصوا يا جماعه، انا في حاجه دلوقتي افتكرتها، حاجه انا عايزه اجيبها يعني، فكتبتها. انا في يا جماعه حاجات كده بكتبها لما اكون محتاجه حاجه وبفتكرها، روحوا كاتبينها على طول سوهاج. تمام، يعني انا دلوقتي انا لسه مغيره الديزاين بتاع الاوضه، فعايزه باسكت ليا، كنت فاكره اجيب ونسيت، فعايزه اجيب واحد فكتبته عشان ما انساهوش تاني، وباذن الله مش مشكله هجيبها. بصوا يا جماعه، انا خلصت حاليا الحاجات اللي كتبتها المذاكره يعني، الحاجات اللي كان ما كنتش كاتباها قبل كده، ما كنتش نقلاها، اهو اهو اهو. بصوا يعني نقلت كله من الاخر يعني، لان في حاجات ما كنتش كاتباها وحفظتها كمان، انا كنت بس رجعت على القديم. فما عرفتش اصور لكم طبعا، لاني كانت الوقت قصير جدا، فانا صليت الظهر وكتبت بقى وحفظت وكده يعني وخلصت. بس يا جماعه عشان ما حدش يقول ان انا يعني بذاكر من الكشكول، لسه ما جبناش الكتاب. ظبط. بصوا يا جماعه، دلوقتي جيت من درس الالماني وبصراحه وعملت شويه حاجات كده وصليت يعني، وقعدت قرأت أذكار المساء، وقمت بقى عشان أروق، وقمت علشان هنعمل الغدا. أنا لسه مقشرة بطاطس ومقشرة بصل ومقطعة بطاطس، حتى بصوا ايدي باينها ماشي، وجبنا السندوتشات بتاعت العيش السوري دي يعني ماشي. دي البطاطس اللي انا قطعتها، ودول طبعا العامل الاساسي للسندوتشات السوري ده اكيد يعني. ده بصوا، انا قلت لكم الصور دي قبل كده وانا بعمل الفيديو ولا لا، بتاع التسريحه ده، مش عارفه وريتهم لكم كلهم ولا لا، مش فاكره بصراحه، بس لو ما شفتهمش يعني اهو. شفتوا الامارات بجد. بصوا الصوره دي جامده قوي. وخلصنا الغدا اخيرا، او فطار يعني، عشان لسه ما فطرتش بصراحه، انا مقضيه اليوم كله عصاير والشيبسي اللي انتوا شفتوه ده. تمام، عملنا سندوتش سوري اللي هي الشاورما، عملنا شاورما، وفي الفرم اهو كده لكم اهو. اروح بقى اكل وارجع لكم نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا انا دلوقتي عندي مذاكره فيزياء. بصوا دي الصفحه الاولانيه اللي هي التمهيد دي، اللي بيمهد لنا بيها المنهج. انا مش حابه الفيزياء ولا عايزه احبها بصراحه، مش حاباها نهائي. المهم يلا نشوف هنعمل ايه. تمام، دي كانت المس ملخصها لنا كده، اللي هي علشان التحويلات، وعصير مانجا. بصوا يا جماعه، العصير دي والله بجد بتسندني اوي، انا ما باكلش طول النهار واشرب عصير بجد. شفتوا العسل والشاليموهات دي بجد رائعه. يلا بقى عشان نشوف هنعمل ايه، وهفتح بقى شرح الدرس الاول علشان بجد يعني الدرس الاول ده عمل معايا حوار مش عارفه افهمه اصلا، فبجد اليوتيوب اللي بينقذنا. وبس يا جماعه كده بقى كنت خلصت مذاكره الفيزياء كمان والحمد لله يعني، وخلصت كل اللي كان ورايا النهارده ورحت دروسي كلها. واخر حاجه طبعا بعلم على التودو ليست اللي انا كنت كاتباها. بصوا يا جماعه، انا بكتب التودو ليست قبلها بليله عشان اصحى اعملها في اليوم اللي بعده، بجد بتبقى حاجه كويسه يعني، وبتشجعني اكتر اني اعمل حاجه دي عشان اعلم عليها صح. تمام.
وبس يا جماعه كده نكون خلصنا فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب للقناه وعلى زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. بس ده كان فيديو النهارده، استنوا الفتره الجايه فيديوهات حلوه كتير.